ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي متنسوش الشير واللايك وكومنت حلوة تحت الفيديو. هنعمل النهاردة بيتزا في البيت خفيفة وجميلة وسريعة، وكمان تنفع غدا وتنفع عشاء، وينفع كمان تحتفظي بيها في حافظة وتقومي تفطري بينها الصبح. جبت دول حوالي 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، رشة ملح، معلقتين كبار من اللبن البودر، وكمان حطيت قطعة زبدة. هنا معايا 2.5 كوبايات مية دافية، وبدأت اخد منهم كده وابدأ اعجن العجينة. ابدأ اعجن العجينة كويس لحد ما تنعم معايا كده وتبقى وتشكل كورة وتبدأ تتلم كده من الأجناب. طبعا نوع الدقيق بيختلف، في دقيق بيشرب مية كتير ودقيق تاني مش بيشرب مية، فده دقيق متعدد الاستعمالات. في الاخر خالص لما يكون معايا كورة كده هحط عليه شوية زيت صغيرين عشان العجينة لمها من ايدي كده، كل العجينة اللي في ايدي دي تطلع، وكل العجينة اللي في الاجناب تطلع برضو معايا، واقدر ان انا اشكلها كورة كده واسيبها تخمر في مكان دافي. هنا كنت قطعت الخضار، فلفل الوان وفلفل اخضر وطماطم، وكمان بجيب كيس الحمد ده ميكس من الجبن تقريبا رومي وشيدر وموزاريلا، والكيس ده مش بستعمله كله، يعني الكيس ده موفر، هو الكيس ده نص كيلو بجيبه ب60 جنيه، وباخد منه شوية على قد المعجنات. هو بجد موفر قوي، احسن ما تروحي تجيبي من كل حاجة كمية. الكيس ده فيه كل انواع الجبنة اللي انت عاوزاها، وموفر وبستعمله في كذا حاجة. خدت منه شوية كده، وهنا العجينة كانت خمرت معايا، هاخد منها جزء وهفرده في صينية. هجيب صينية كده احط فيها شوية زيت وامسحها كويس بالزيت ده. بعد كده هجيب حتة من الدقيقة بل ايدي كده شوية زيت عشان العجينة ما تلزقش في ايدي، وهبدأ افرد كده هبدأ افرد العجينة خالص خالص، ويا ريت سمكها ما يبقاش تخين، خلي السمك يبقى رقيق كده علشان تبقى زي بتاعة بره بالظبط. طيب لو هنفردها قوي كده، وطبعا بعد ما نفردها كويس كويس هنجيب صلصة البيتزا دي بتتباع جاهزة، وممكن تحطي كيسين كاتشب وخلاص مش هتفرق، وممكن تعمليها على ايدك في البيت. هندهنها كده، وبعد ما ادهنها كويس بالصلصة هبدأ افرد عليها الخضار. عندي زيتون مخلي كده، هبدأ ان انا افرده عليها، ما تكتروش منه لانه بيحدق شوية البيتزا، فالاحسن يعني تبقى يعني ما تكتريش منه قوي. كان عندي شوية جبنة ناشفة كده في التلاجة ففردتهم برضو، وكان عندي حتتين ستريبس حمرتهم وقطعتهم مكعبات صغيرة برضو فردتها عليه. طبعا بنحط الستريبس فوق الخضار عشان مية الخضار ما تنزلش على الستريبس ويبقى عجين وطعمه مش حلو. هبدأ بقى احط عليها شوية الجبن اللي عندي دول، هفردهم عليها. طيب لو انت عايزة العجينة، لو انت عايزة البيتزا تمط كده زي بتاعت بره، يبقى هتجيبي الكيس المشكل هتجيبيه موزاريلا صافي، ما يبقاش ميكس، لان الميكس ده مش بيعمل المطة اللي انتوا عاوزينها. لكن لما بيجي موزاريلا بس، بيبقى الكيس موزاريلا بس، بتمط معاكي زي بتاعت بره بالظبط. هنا طبعا بعد ما حطيت العجينة دي الصينية التانية ودهنتها الصلصة، جبت الشوكة كده وخرمتها علشان ما تقبش كده وتبقى عاملة زي العيش، مش عايزاها تتخن، انا عايزة سمكها يبقى كويس. حطيته الخضار، وكان عندي سوسيس قطعته كده دواير وحطيته، وكمان قطعت الجبن وكده حط لهم في الفرن، وشايفين هما شكلهم معايا طالع جميل بجد،
وكانت خفيفة ولذيذة قوي. انا بحب البيتزا قوي بتاعة البيت. قولي لي انت، البيتزا بتاعة البيت كده بتبقى مليانة خضار اكتر، وانا بحب البيتزا يبقى الخضار فيها اكتر من الجبنة. كمان علشان وشها ما ينشفش منك، ما تحطهاش تحت الشواية كتير، 5 دقايق بالعدد بس الجبنة تسيح كده على الخضروات، واقفلي الشواية على طول. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد يا بنات كانت خطيرة خطيرة. وتغيير كمان في الجو الحر، النهاردة كانت الدنيا حر، بيبقى تغيير قوي في وقت الحر يعني، بتبقى خفيفة كده ولذيذة. كانت ملانة خضار وكانت مشبعة وجميلة كده.